الثالث والرابع. في المجمل هي مشاركة تاريخية، إنجاز للعرب أن يتنافس منتخبان على المركز الثالث، ولكن الخسارة المصرية القاسية بسداسية لربما أفسدت شيء من فرحة جمهور الكرة المصري، لأنه كان في توقعات أن المغرب كعبها أعلى شيئا ما، صحيح، لكن ليس أن بهذه تكون الطريقة. النتيجة السداسية بالضبط يعني. الفكرة أنه هذه الخسارة جاءت في وقتها بكل صراحة، بهذا الشكل جاءت في وقتها للمنتخب المصري بالذات، لأنه إذا نظرنا للحملة المصرية كاملة في الأولمبياد هي عبارة عن كوارث، يعني لا يوجد، يعني النجاحات لا تذكر، وهناك سوء تنظيم كبير جدا بكيفية ذهاب الحملة. فكرة القدم هي المتنفس الأكبر وهي المشاهدة الأكبر لهذا الشيء، فكان متوقع أن تكون مشاركة خجولة. المدرب ميكالي قدم منتخب محترم بما لديه، لكن هذا لا يلغي أن هناك مشاكل كبيرة جدا وأمور